ولسه مكملين مع استعدادات الاهلي والزمالك لمباراه القمه واللي باقي عليها ساعات. المباراه دي يا جماعه مباراه الزمالك، يعني الزمالك هيلعب بزيه الابيض التقليدي الكامل، والاهلي هيلعب بالطقم الاحمر الكامل، لان الزمالك هو اللي من حقه يلعب بطقمه الاساسي. وتم تحديد طاقم تحكيم المباراه وهو الدولي المعتزل بنهايه الموسم ابراهيم نور الدين، ومعاه على الفار محمد عادل، واعتقد ان محمد عادل هيكون له دور مهم في المباراه. موقف الفريقين قبل لقاء القمه مش واضح قوي في الدوري، لان الاهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطه لكن من 10 مباريات، والغريب ان الزمالك اللي هو الافضل في الفتره الحاليه في المركز ال 12 برصيد 18 نقطة ومن 12 مباراة. أما عن آخر المواجهات بين القطبين فكانت فوز النادي الأهلي بكأس مصر على حساب الزمالك في السعودية بهدفين مقابل لا شيء، وآخر 5 مباريات كانت كلها عبارة عن 4 فوز للنادي الأهلي وتعادل وحيد في نهاية عام 22. آخر 5 مواجهات بين الأهلي والزمالك الأهلي مسجل 11 هدف في مرمى الزمالك، في حين ان الزمالك سجل هدف وحيد من ركله جزاء. التاريخ في مصلحه النادي الاهلي، لكن الوضع الحالي والسكواد وامكانيات اللاعبين اعتقد في مصلحه الزمالك. هنستنى ونشوف المباراه هتقول ايه. الفيديو اللي جاي هنقول لحضراتكم اخر اوضاع النادي الاهلي ونادي الزمالك، واخر اخبار الاصابات والغيابات. شيكابالا هيشارك ولا لا؟ مروان عطيه فرصه ايه؟ علي معلول اخباره ايه؟ كل ده معانا في الفيديو القادم.